بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. بنرحب بكم في قناتكم يوميات زملكاوي. النهارده ان شاء الله هنتكلم كلمتين بما يرضي الله على صفقات الزمالك، وبرضه هنتكلم على بعض صفقات الاهلي الغريبه والمثيره للشك. يعني ايه الزمالك يروح يشتري جناح من الدوري السعودي اللي هو كونراد ميشيلاك، ونيجي بقى نقيم اللاعب نشوف مستواه. قال لك ان احنا جايبين لعيب سريع جدا ولاعيب هداف ولاعيب نجم ولاعيب مش عارف ايه، وفي الاخر طلع مقلب من الاخر كده بصراحه. شفناها طول المباراه، وجوزيه جوميز اداله فرصه ان هو يبان في الصوره، يبين مهاراته يبين قدراته. لا شفنا سرعه ولا شفنا مراوغه او حتى اسيستات حلوه. يعني لما تيجي تقارن بين ناصر ماهر وبين كونراد ميشيلاك تحس ان احنا دفعنا فلوس في الهوا. نفس الكلام لما تيجي تتكلم على عمر فرج. طيب انا جايب مهاجم اجنبي على اساس ان هو يكون عنده مهارة احسن من الناس اللي عندي، يكون هداف يحرز لي اهداف حتى يخلق فرص. مفيش اي حاجة، مفيش. يعني فعلا انا مش شايف ان هو مثل اي اضافة للفريق. وطبعا يعني رايكم مهم ولازم نرجع لكم برضو. قولوا لنا كده، شايفين انهي صفقة عملها الزمالك اي صفقة اجنبية فرقت مع الفريق؟ مفيش، بدليل ان التشكيل بتاعك هو نفس تشكيل السنة اللي فاتت في بعض الاستثناءات. محمود بن تايك هو الصفقة اللي نوعا ما تعتبر منورة وناجحة شوية، ولو انه هو تسبب في ضربة جزاء برضه، ولكن برضه يعتبر هو افضل صفقة عملها الزمالك السنة دي. ولاعيب متأسس صح، كان بيلعب في سانت إتيان الفرنسي وكان بيلعب في الدوري المغربي، ولاعيب برضه فارق مع نادي الزمالك دفاعيا وهجوميا، ومعوض غياب فتوح نوعا ما عن مركز الباك الشمال. غير كده انا مش شايف حد. سامسون فين؟ سامسون اصلا ما بيلعبش. هو بصراحه لما بيلعب بيعمل فرق مع نادي الزمالك وامكانياته كويسه. طب انت ما بتلعبوش ليه؟ برضه حاجه غريبه. مين اللي بيحاسب الانديه على الفلوس اللي بتنصرف في الصفقات، خصوصا انها بتتصرف بالعمله الصعبه، تتصرف بالدولار في ظل ازمه الدولار اللي احنا فيها اساسا. وفي نقطه تانية مهمه جدا بقى، خلينا نتكلم على الزمالك الاول وبعد كده هنتكلم على الاهلي. احنا بنروح نشتري صفقات بملايين الدولارات وعملة صعبة ومفاوضات، وتروح اللعيبة بعد كده تشتكينا في الفيفا ان احنا ما بندفعش، ونتعرض لعقوبات والايقاف قيد وسمعة النادي متدمرة. وفي الاخر ايه الناتج بتاع اللعيبة الاجانب؟ فين اللعيبة الاجانب؟ طبعا يعني حمزة المسلوسي في الدفاع ماشي حاله. محمود بن تايك قلنا اداؤه كويس برضه في الدفاع، ولكن برضه في الاخر في لعيبه مصريه تسد مكانهم وتوفر الفلوس دي. انت لو هتجيب لعيب اجنبي تجيب لعيب اجنبي يمثل لك فارق، ان انت هتجيبه ويلعب عندك ويتالق ويعمل اداء حلو وبعد كده تبيعه وتكسب فيه. مش راح تجيب لي لعيب اجنبي اقل من اللعيبه اللي عندك. دي نقطه مهمه. والنقطه الاهم بقى، انت عندك لعيبه طالعه من الناشئين، لعيبه قويه جدا، وشفنا كابتن حسام حسن وكابتن احمد حسام ميدو عملوا للزمالك جيل قوي جدا من الناشئين. وفريرا طلع ناشئين طبعا لما كان في ازمه ايقاف قيد وكده، طلع ناشئين كتير من النادي الزمالك. شفنا نادي الزمالك كل موسم يروح يبيع ولاده الناشئين يروحوا يلعبوا بره، يبقوا 10/10 ويكسبوا فرقهم ويبقوا نجوم الدوري، ولما يرجعوا نادي الزمالك يمشيهم عشان يجيبوا الصفقات المضروبه. بدليل اهو احنا فيها. عندك حسام اشرف كان بيلعب في بلديه المحله، من هدافين الدوري، جايب 13 هدف. طب ليه حسام اشرف ما ياخدش فرصته مع نادي الزمالك زي ما انت اديت لعمر فرج المهاجم الفلسطيني، اديت له الفرصه ودعمته واديته وقت اكبر من اللي هو يستحقه بصراحه. يعني مش عايزين نحكم عليه بدري، بس طبعا الامكانيات اللاعب بتبان وامكانيات المهاجم بتبان. في ماتش زي البنك الاهلي شفنا ناصر منسي اول لما نزل احرز هدف، وكمان عبد الله السعيد جاب هدف من ركله الجزاء وناصر ماهر. بس القصه هنا في المهاجم. انا جايب مهاجم عشان اقل فرصه انصاف الفرص زي ما بيقولوا يترجمها للاهداف، مش جايب مهاجم ما يعمليش اي اضافه وما يعمليش اي نتيجه. طب ما كان اللي عندي في الدوري المصري كان احسن. على الاقل ناصر منسي لو كان بيلعب من اول الماتش كان والله بيعمل خطوره. الجزيري
الجزيري في اسوأ حالاته احسن من كل المهاجمين اللي موجودين باستثناء ناصر المنسي. فدي نقطة مهمة. مش بس نادي الزمالك اللي بنتكلم عليه في قصة الصفقات الفاشلة دي، عندك النادي الاهلي راح اشترى موديست ب 2 مليون و2.5 مليون دولار، يعني داخل في مليون، في اكتر من 100 مليون جنيه. ليه بقى؟ ايه الاضافة اللي عملها؟ هو للامانة هو لعيب السي في بتاعه كويس جدا وتاريخه كويس جدا، وبيلعب في الدوري الالماني وكان بيلعب في اوروبا، وحتى عنده امكانيات تهديفيه عاليه. بس انا جايبه ليه بسنه الكبير؟ يعني انا هجيبه واديله فلوس ويقعد بعد كده، جاي يامن مستقبله في النادي الاهلي وفي مصر. كان اولى بالنادي الاهلي ونادي الزمالك، اكبر ناديين في مصر، ان هم يطلعوا ناشئين ويبيعوهم بره، يجيبوا لنا احنا دخل بالعمله الصعبه، مش احنا اللي نصرف ونشتري لعيبه من بره اقل من مستوى اللعيبه المصريه. اكتبوا لنا في الكومنتات ايه رايكم في صفقات الاهلي وصفقات الزمالك، وما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناه. بشكركم والى اللقاء في المزيد من الفيديوهات على قناتكم يوميات زملكاوي.